أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامجكم أحوال مصرية على شاشة موقع أحوال مصر الإخباري. النهاردة احنا معاكم ومعانا ضيف هو الحاج عبد الخالق لجهوري، حد حضر حرب اليمن وهيكلمنا عن تفاصيل الحرب وعن وقائعها في المرحلة المهمة من تاريخ مصر. في البداية بنرحب بيك يا حاج عبد الخالق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا. نتعرف بالحاج عبد الخالق. عبد الخالق أحمد الأجهوري من قرية شبرا بخوم مركز وسنة المنوفية. حضرتك مواليد كام؟ مواليد 37. مواليد سنة 37. 37. حضرتك كلمنا في البداية ازاي التحقت بالجيش في البداية لأن وكان سنك كام وقتها؟ كان سن حضرتك كام وقتها؟ كان 18 سنة. طيب. فوجئت بأن في راجل كان هو ماسك مثلا زي شيخ بدر. ففوجئت لقيته جايب من نفس قريتك؟ لا، في مصر. في القاهرة. كنت شغال في مصر. في القاهرة. وبعدين دي شيخ حارة. ايوه. فبعدين لقيته جايب الدفتر وجاي بيقول لي عبد الخالق الجهوري، قلت له نعم. قال لي ليك طلب في القوات المسلحة. تمام. اطلع على حلمية الزيتون. تمام. قلت له حاضر. فرحت حلمية الزيتون لقيت شوية نسوان قاعدين ورجال عشان خاطر من الأرياف مش عارفين هيروحوا فين ويجوا منين، قاموا جابوا عيالهم وجم قعدوا على بتاع ده. وكانت لسه النضارة دي ما كانتش اشتغلت قوي كده. الكلام ده كان سنة كام بالظبط يا حاج؟ كان سنة 63. كان سنة 63. ايوه. فبعدين لما جم قاعدين جم بقى دخلنا النضارة وطردوا الناس اللي هم ابهاتهم بره. ايوه. فكان تلاقي يقول لك فلان الفلاني لا طبيا الاقي نسوان صوتها عشان ابنهم دخل الجيش. عشان ابنهم دخل الجيش. أيوة. فلان الفلاني شرب يزغرطه عشان ابنهم مش داخل الجيش. مش داخل الجيش، خارج معاهم. ايه السبب يا حاج عبد الخالق؟ لان في الفترة دي اللي كان بيدخل الجيش كان بمسافة المفقود. طبعا. ايوه. طبعا. وبعدين كانوا بيحزنوا على ده ابننا مات، دخل الجيش يبقى مات. هم كانوا كده بقى. لان المرحلة دي كانت مرحلة حرب. كانت مرحلة لسه ما دخلناش في الحرب. حضرتك عارف يعني ايه 63؟ يعني النهارده مر 50 سنة على هذا الوقت. ده دم، ده شغل في دم انا. معنى كده ان الجيش من زمان من زمان. ايوه. من زمان أيوة. مؤسسة بتربي على الأطفال والحب. طبعا. وكان الجيش جيش ايام عبد الناصر عليه رحمة الله والمشير عبد الحكيم عامر. حضرتك قابلت عبد الناصر؟ قابلتهم وقعدت معاهم كمان. التحقت في سلاح ايه الاول يا حاج؟ نعم. التحقت في سلاح ايه اول ما دخلت الجيش؟ ما انا هقول لسيادتك اهو، انا قعدنا في النضاره وبعدين جه بقى في مندوب يقول لك انا عايز 15 نفر يروحوا المهندسين. سلاح المهندسين. سلاح المهندسين. قمنا وقفت برضه الاربع تنفار معاه عشان نبقى مع بعضنا ورحنا على سلاح المهندسين. هنطلع على فين يا عم؟ على المشهد في الهرم. التدريب في الهرم. هو نهاية الهرم. ايوه تدريب في الهرم المهندسين بالذات. فروحنا على الهرم نتدرب. جه الافندي قال لي اقعدوا هنا. جاب في مظله قاعدين تحتها في الظل. قعد يشرح لنا في 3 ألغام ضد للافراد. وجاب لنا برضه الالغام اختراعيه كده يعني مش هيكل يعني. ورجع تاني جاب لنا 3 أنواع من الالغام ضد العربات والدبابات والمدرعات. إذا حضرتك كنت في سلاح المهندسين. التدريب لسه. وكنت في خاص بإزالة الألغام. اليمن. ما أنا أقول لك إيه اللي حصل في اليمن. أول حاجة جت من اليمن عشان تبقوا عارفين. جه واحد اسمه عبد الله السلام عايز يمسك رئيس جمهورية اليمن. ففي واحد قبل منه أبوه حلاق. قال إزاي يبقى أبوك حلاق ويمسك عليا رئيس جمهورية؟ لا ده أنا هروح لعبد الناصر. يا عبد الناصر قال له نعم. قال له احنا عايزين معدات من عندك وعساكر عشان خاطر لانهم يبنوا عنا اليمن. طب عندكم معدات ايه؟ قال ما عندناش معدات. يا مشير عبد الحكيم عامر قال خد الطياره وروح تسطل على اليمن. قام تسطل على اليمن لقى قبايل وجبال عاليه وجبال واطيه. فما لقاش هناك لا مدفعيه ولا حاجه تخلق. قال له خلاص ناخد نروح على اليمن. طب ما عاملين لكم قال معاملتنا السرين. السرين يعني جدع. قال له طب خلاص يبقى اتفقنا على ذلك. يعني حضرتك رحت اليمن سنة كام؟ سنة كام؟ رحت اليمن سنة 63. تفتكر الشهر حضرتك اللي رحت فيه؟ كان شهر؟ أنا هقول لك بقى إن أنا قعدت في اليمن فترة 1.5 سنة. بقيت أطلع ألغام ورص ألغام وهناك قرود كتير قوي. أدخل من الكلاب هنا. القرود. مين اللي كان بيزرع الألغام دي؟
نعم. مين اللي كان بيزرع الأرغام؟ ما انا هقول لسيادتك بقى. اتفضل، ما انا عايز اسمع منك. اتفضل اتفضل. الاول لاني مثلا اول ما رحنا اليمن اول حاجه ركبنا البخره وتمنينا طالعين البخره خدت منا 3 ايام بلياليهم في البحر. الطياره 6 ساعات. تمام. اول ما وصلنا هناك يقول يا فندم قال لي طلعنا حتى نعمل لها مطار بالعربيات العربيات اللي هي ايه؟ الكمبيوتر اللي اسمها ايه يا اخي اللي هي الكتله دي. هليكوبتر. هليكوبتر. طيارات. عشان خاطر تطلع من هنا توصل ايه صنعاء. مهبط ليها هناك. صنعاء دي العاصمه. صنعاء. احنا رحنا بقى ايه؟ اسمها جبل براش. تمام. في مكان تاني. تمام. عتبت مين في واحد شيخ قبيله اسمه مجدي. شيخ القبيله. جبته. قلت له انا وصلت حتى هنا قال يا خراشي ده المسلمين سودوا ارض الله لما كنا بنسافر عشان الطياره. ايوه. مهبط للطياره عشان تمشي. مهبط الطياره تمشي فيها. فقال لك يا خراش ده الفراعنه سودوا ارض الله. ما عرفوش. ما عرفش ان ده طريق للطياره. ما عرفوش عمل الطريق وبعدين جاي الشيخ ملي تعالى الشيخ ملي ايه القريه دي بتضرب عليهم النار بالليل احنا هندمرها لك. يقول لا يا باشا لا يروح عليهم يقول لهم انتوا عايزين الطياره هتخبط القريه تطيرنا؟ ليه بتضرب عليهم النار؟ هم في حالهم وضع احنا في حالنا. ضرب النار ده جاي من مين؟ من عندهم. اصغر عيل 12 سنه شايل السلاح والخنجر في صدره. بالنسبه للشخص اللي هو كان بيحاربكم او بيضرب عليكم نار من جوه الشجره اللي حضرتك بتقول عليها، هو واحد داخل جوه الشجره اصاب عدد اصاب الاثنين. حصل المصريين حصل لهم اصابات. ضربهم الاثنين. فبعدين جيت لما جت الطياره الساعه 9 صباحا قلت له دمر الشجره دي. فلما جيت دمر الشجره دي راحت الغوره الجدعه دي حرقان والذخيره طلعت كلها. انتوا رحتوا اليمن وبدات يبقى في حرب دائره وانتوا مكلفين بالالغام. البحث عن الالغام. البحث عن الالغام. كلمنا عن مرحله البحث عن عليك تعالى. انا طلعنا في جبل اسمه جبل براش. براش في اليمن. في صعدة غير العاصمه. صعدة غير صنعاء. ايوه غير صنعاء العاصمه. صعدة. انما صعدة دي جوه العربيه بتمشي 12 ساعه. فعملنا بقول لك مطار. كان عددكم هليكوبتر تشيل وتودي. عددكم كان كام في صعدة؟ عددنا ده كان ايه 2800. كلكم مصريين؟ مصريين. في جنسيات ثانيه معاكم؟ ده مكان دي بس. كان في جنسيات ثانيه عربيه او افريقيه مشاركه معاكم؟ لا يعني البحث عن الالغام حصلت حالات وفاه او كده؟ اقول لسيادتك بقى. اتفضل. كنت بمشي الطريق ده هو حوالي من 3 كيلو. هم قايم في الفجر ومعاه ال8 عساكر اللي هم ايه تبعي. اروح عشان ايه اطار الطريق ابص الاقي فيه لغم امريكاني يا تشيكي يا انجليزي يا فرنساوي. الاصناف دي الاقي لغم 2 3 المهم على بال ما اوصل عند المكان المناسب ليها خلصنا اقوم ضارب الجهاز لاسلكي الطريق صالح وتحت مسؤوليتي تجينا عربيه عشان ما هنرجع تاني ماشيين مش معقول. تيجي العربيه تاخدنا وانتنا راجعين. اروح لقائد الله اتفضل يا باشا ادي لغم ادي 2 يبقى فرحان بيا ابوه. عدد 2800 بعد سنه ونص عدد المستشهدوا او اللي ماتوا في الحرب دي كان كام من المصريين؟ لا والله ده كان العدد اللي معايا بس 2800. انا بالك بقى على الجبال الثانيه بقى كده. بنتكلم في 2800. اتكلمنا عن 2800. مات منهم كام تقريبا؟ لا مات حوالي من 15. 15 فرد؟ بس. طب احنا نسمع ان حرب اليمن مات فيها مصريين كتير قوي. اللي مات ده كان الفوج الاولاني. الفوج الاولاني ولذلك عبد الناصر قال انا لازم احارب لاخر جندي عندي. طب حضرتك شايف ان القرار اللي خده عبد الناصر ده كان صح ولا كان غلط من وجهة نظر المصريين واليمنيين في الوقت ده؟ لا كان وجهة نظر حلوة جدا جدا من جهة الجانب. والسبب؟ ايوه قلت لي مصر استفادت بايه؟ مصر استفادت بفلوس كلها استفادت. بدأوا يجيبوا لنا ريالات فضية. بدأوا بعد العسكري يشيل الثمن كنا بناخد 3 انا ما بكلمكش انت استفدت ايه ماديا في الحرب. انا بتكلم مصر عموما استفادت ايه من حربها على اليمن؟ اللي قال عن الحرب ديت ان الحرب ليس لنا بها ناقه ولا جمل يعني، ليس لنا فيها ناقه ولا جمل يعني احنا بنحارب عشان ايه وبنخسر ارواح عشان ايه؟ مش ارضنا. وتحارب حتى تحارب عبد الناصر في الحرب دي وبعض الناس وبعض المناهضين لفكره عبد الناصر قالوا ان دي سقطه من سقطاته يعني او خطا او زله من زلاته. هو دي ما فيش فيها خطا لان ده دوله مسلمه وبعدين انت زي ما تكون حاجز بتعرف ما بين الطرفين وبعدين انت بتستفاد منه.